الأخت تقول أصلي وأصوم ساعات لكني أشك أحيانا في ديني، ويعني هل أنا على الإيمان أو على غير الإيمان؟ هل الدين بتاعي الدين الإسلام هو الحق أو ليس هو الحق؟ مسألة يعني أراها يعني غاية في الخطورة. أولا إذا كان السؤال عن يعني أنا بتنتابني شكوك وتنتابني هواجس، ممكن تكون هذه الشكوك وهذه الهواجس وهذه الوساوس قد تكون متعلقة بأمر العقيدة، قد تكون متعلقة بالله تبارك وتعالى. الله، طب هو ربنا سبحانه وتعالى خلقني، طب من الذي خلق الله مثلا؟ طب هو ربنا يأكل؟ هو ربنا ينام؟ هو ربنا يشرب؟ جل جلاله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، إلى آخر هذه الوساوس. أنا أبشرك إن كانت هذه الخواطر تدور على قلبك وتمر على قلبك وأنت تدفعينها وتردينها وتقولين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتمتثلين الأمر وتجتنبين النهي وتقفين عند الحد وتقرأين القرآن وتصلين وتصومين، أقول لك أبشري، هذا الذي في قلبك إنما هو محض الإيمان. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم عليه الصلاة والسلام أما وقد وجدتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذلك محض الإيمان. هذه مسألة متعلقة بالوساوس التي قد تخطر على القلب في هذه الجوانب التي ذكرت. أما إن كانت الأخت تسأل عن قضية أخرى، ألا وهي قضية هل الدين الإسلامي هو الدين الحق ولا ممكن يكون غيره من الأديان هو الدين الحق؟ لا، دي مسألة تانية، دي مسألة في غاية الخطورة. لابد أن تكون الأخت على بصيرة وعلى بينة أن الله تبارك وتعالى ما اختار دينا إلا الإسلام لأهل السماء ولأهل الأرض ولجميع الرسل والأنبياء. ما فيش دين لأي رسول ولا لأي نبي إلا الإسلام. أنت متصورة إن فيه دين لنبي الله موسى غير الدين اللي ربنا أنزله على نبي الله عيسى، غير الدين اللي ربنا أنزله على نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أبدا. أنت عاوز تقول يا شيخ محمد بأن دين عيسى هو دين موسى، هو دين محمد، هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين يوسف، هو دين سليمان؟ لا ده كلام خطير. لما تسمع كده كلام الملك القدير، قال الله تبارك وتعالى في شأن نبي الله في سورة يونس يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح، طب إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا الآيات. طب يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب موسى في سورة يونس يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب عيسى، قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. طيب يوسف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. طيب سليمان، قالت إنه من سليمان، بالقيس بتقول لقومها إنه من سليمان، الكتاب ده من سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طب دين الجن المؤمن الإسلام، وأن منا المسلمون، الجن بيقول كده وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب ودين محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين واختارنا موحدين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنا طولت بس في الجواب على هذه المسألة لخطرها